ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بقى جايه لكم بوصفه كيكه برتقال. حرفيا هتطلع معاكم هشه ونافشه وطريه جدا، وممكن تستخدموها ككيك يومي جنب كوبايه شاي او نسكافيه. هتبقى معاكم رهيبه. شايفين الطراوه؟ المكونات هتكون كوبايه من عصير البرتقال، كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، واربع بيضات، باكيتين فانيليا، وبشر برتقانيه كبيره. ونبشر الجزء اللي هو البرتقاني بس مش الابيض، لان الابيض بيكون ممرر. باكت كامل من البيكنج باودر، واربع كوبايات من الدقيق. هشتغل كل المكونات في الخلاط. اول حاجه هبدا انزل اربع بيضات كاملين بياض وصفار، باكيتين من الفانيليا، ممكن تستخدموا الفانيليا السائله عادي مفيش مشكله، الاتنين حلوين، يعني اي حاجه متوفره عندكم استخدموها. مج الا ربع من السكر. وهنضرب بقى كويس جدا المكونات دي مع بعض كده. بعدين هنزل بكوبايه الا ربع من الزيت، وبعدين هننزل بالمج بتاع عصير البرتقال، مج كامل. وهفضل اضرب الخليط ده 5 دقايق لحد ما اللون بتاعه يكون فاتح معانا. ده خلاص. هنزل بقى بشر البرتقانه وارجع اضرب تاني كويس جدا. كده تمام، الخليط جاهز معايا. دي كل المكونات السائله. هجيب بوله كبيره بقى كده عميقه علشان اعرف اعمل الخليط بتاعي براحتي، وابدا انزل بالخليط ده في البوله. شايفين لونه فاتح ازاي؟ عايزه اقول لكم ان بشر البرتقانيه ده هيديكوا طعم حلو جدا. اهم حاجه نبشر الجزء اللي هو البرتقاني بس مش الابيض. تمام، هبدا بقى ان انا ازود الدقيق كده. مج من الدقيق، المج التاني، وبعدين اقلب كويس. ما ينفعش ان انا اضيف الدقيق كل مره واحده، لا هضيف نص الكميه وبعدين ارجع اضيف النص التاني واقلب كويس كده. والبيكنج باودر هنضيفه في الاخر عادي. كده الدقيق اختفى معانا، هرجع انزل تاني بالنص الكميه الباقيين. مج كمان بس كده. نقلب بقى كويس. هنحط البيكنج باودر. عايزه اقول لكم ان احسن نوع بيكنج باودر تستخدموه هو كيك شيف. بيخلي الكيكه معاكم طالعه هشه ونافشه. وبصوا يعني اي كيكه هتعملوها معاكم ان شاء الله هتنجح ومش هتهبط ابدا. ودي مش دعايه خالص والله، انا دايما بستخدمه في الكيك بتاعي بيطلع ما شاء الله حلو. نقلب بقى كل ده كويس. هتحسوا ان القوام بتاع الخليط تقيل شويه، هنخففه بكوبايه من الحليب المغلي عادي، يعني ما تقلقوش كده.
نخففه بالحليب. انا دلوقتي بقلب بالاسباتيولا. دلوقتي هجيب المضرب الكهرباء، لا سوري، مش المضرب الكهرباء، المضرب اليدوي، وهبدأ ان انا اضرب الخليط بيه كويس جدا عشان احصل على قوام كريمي، ما يبقاش فيه تكتلات من الدقيق او اي حاجة تخلي الكيك طالع معانا مخرز كده. تمام. اجيب بقى المضرب اليدوي اهو، انا زودت كوباية الحليب بالتدريج. الخليط كده معانا جاهز. هجيب بقى اي صينية او اي قالب هنعمل فيها وبطنها كويس بالزيت والدقيق. وطبعا انا اول ما بدأت اعمل كيك وانا مشغلة الفرن، لان الكيكة لازم تدخل فرن مسخن مسبقا، يعني الفرن يكون سخن كويس. يلا بينا نبطن القالب اللي هنستخدمه. بصوا عايزة اوريكم بقى الخليط طالع معانا كريمي وجميل بجد. ده القوام بتاع الكيكة المظبوطة، ده اللي ان شاء الله هيطلع لنا كيكة يعني هشة وجميلة. ده القالب اللي انا هعمل فيه، بطنته كويس بالزيت والدقيق زي ما قلت لكم، ممكن تستكفوا بالزيت بس عادي. هبدأ انزل بقى بالخليط. بصوا ما شاء الله. هنزل باقي الخليط كده، جبت الاسباتيولا. هبدأ بقى ان انا اهز الصينية كده، عشان لو في اي فراغات. وبعدين خطوة كمان مهمة جدا، هجيب اي خلة موجودة عندي وهبدأ ان انا امشيها برضو كده في الكيك. ادخل الكيك اول ربع ساعة على درجة حرارة 200، وبعدين اهدي الحرارة لحد ما توصل 180 واسيبها تستوي براحتها. ده شكل الكيك من قريب. يلا بقى بينا ندخلها الفرن. ده كان شكلها بعد ما طلعت من الفرن. عايزه اقول لكم ان هي سخنه جدا، بس انا حبيت اصورها لكم اول ما طلعت. شايفين هشه ازاي؟ انا كنت عامله صينيتين، الصينيه الاولانيه الجرانيت بالهنا والشفا كلوها، الصينيه التانية دي بقى اللي لحقت اصورها. شايفين الكيك من جوه عامل ازاي؟ ابيض وهش وجميل، ينفع جدا تعملوا بيها تورت وجاتوهات. اتمنى انها تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير.